المفروض في حاجة اسمها نسبة وتناسب. كلما ارتفع سعر الرز الأبيض هيرتفع معاه سعر الرز الشعير. لو انخفض سعر الرز الأبيض هينخفض معاه سعر الرز الشعير. أصحاب المضارب النهاردة بتبيع الرز الأبيض ب28,000 لحد 35,000 جنيه، وعايزة تشتري الشعير من 15 ل16,000 جنيه للطن. طلبيات الرز النهاردة خلصت من المضارب وهم بيدوروا على الرز الشعير في كل مكان علشان ياخدوه بأسعار مخفضة. قلل العرض وامسك في بضاعتك علشان أسعار الرز الشعير تتحسن خلال الأيام اللي جاية. السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. فيديو اليوم هنتكلم فيه عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وهنتكلم عن الفاصوليا والكراوية واللوبيا ومجموعة كبيرة من أسعار المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة، ومعانا أسعار معظم الأصناف من المحلات الطاعي. لو عايز تعرف كل ده وأكتر اشترك معانا في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك تقرير يومي بأسعار الرز الشعير وأسعار جميع المحاصيل الزراعية. التجار اللي مخزنة الفاصوليا بلاش عرض الفترة ديت لأنك بتوقع السوق. سيب الفاصوليا لحد آخر الشهر عندك لأنك هتسمع فيها أسعار حلوة إن شاء الله. ده بالنسبة للتجار والفلاحين برضو. أسعار الفاصوليا النهاردة الطرد العالي من الفاصوليا الناشفة الشتوي بيوصل ل48,000 و49,000 جنيه للطن. أما أسعار الفاصوليا الطرية والملدنة والرفيعة بيوصل ل44 و45,000 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار الفاصوليا الصيفي 59,000 جنيه للطن. أما أسعار اللب اليوم في تغيير في سوق وأسعار اللب. وصل سعر اللب السوبر البضايع العالية الخام ل130 جنيه للكيلو، والبضايع الوسط ل125 جنيه للكيلو. أما الأقليات في اللب السوبر على حسب درجة اللون وجودة البضاعة من 60 جنيه ل80 جنيه للكيلو. بالنسبة لأسعار اللب الكوسة البضايع العالية الخام، طبعا في هدوء في جميع أسعار اللب. وصل سعر الكيلو ل175 جنيه للبضايع العالية، أما البضايع الوسط 165 جنيه للكيلو. اللب الخشابي وصل سعر الكيلو ل170 جنيه للبضايع العالية، أما البضايع الوسط 160 جنيه للكيلو. اللب العباد البضايع العالية الخام نتيجة طلبيات الدول العربية والطلب على التصدير وصل سعره ل39 جنيه للكيلو للبضايع العالية، أما البضايع الوسط 36 جنيه للكيلو. بالنسبة لأسعار الفول السوداني الأرابنش الإردب من 2400 جنيه ل2500 جنيه، الإردب ب75 كيلو. أما سعر الفول السوداني الأمريكي الخام سعر الإرداب ب3300 جنيه، والفول السوداني الأمريكي المفروز 4300 جنيه للإرداب. أما الفول السوداني ال NC العوينات 4400 جنيه للإرداب، الإرداب بوزنه 75 كيلو. سعر الكراوية الخام النهاردة متوسط سعر الكيلو من 46,000 ل47,000 جنيه للطن. أما سعر السمسم دي للجمل متوسط سعر الطن من 96,000 ل97,000 جنيه للبضايع العالية. أما سعر السمسم الشندويل 3 بيقل 2000 جنيه عن سعر السمسم ديل الجمل. وسعر السمسم الأبيض متوسط سعر الطن الخام 80,000 جنيه، والسمسم الكشري بيقل من 2000 ل3000 جنيه عن سعر السمسم الأبيض. أما بالنسبة لأسعار الفول البلدي الإرداب 155 كيلو تلاجات متوسط سعر الإرداب من 6400 جنيه ل6500 جنيه للبضايع العالية، أما البضايع الوسط من 6000 جنيه ل6200 جنيه.
وسعر الفول الأسباني التلاجات الإرداب 155 كيلو 6300 جنيه للإرداب. الفول البلدي المفروش سوروتكس ومعبأ في شكاير 25 كيلو متوسط سعر الطن 50,000 جنيه. أما الفول الأسترالي المستورد متوسط سعر الطن شكاير 25 كيلو 31,000 جنيه. الفول الإنجليزي متوسط سعر الطن 29,000 جنيه. أما الفول المجروش البلدي العريض متوسط سعر الطن 38,000 جنيه. بالنسبة لأسعار الفول المجروش الأسترالي 36,000 جنيه للطن، والفول المجروش الليتواني 27,000 جنيه للطن. أما عن أسعار المحاصيل والبقوليات والحبوب الطاعي في المحلات، الفول الإنجليزي بيتباع ب32 جنيه للكيلو، والفول البلد العريض بيتباع ب50 جنيه للكيلو، والفول البلد الوسط نفس سعر العريض 50 جنيه. الفول المدشوش العريض 45 جنيه للكيلو، والفول المدشوش الفيستا 42 جنيه للكيلو. العدس التركي 52 جنيه، والعدس بجبة 48 جنيه. أما الفاصوليا الصيفي بتتباع في المحلات ب75 جنيه للكيلو، واللوبيا البلدي ب74 جنيه للكيلو. الحمص الشامي الوسط ب85 جنيه، وذرة الفشار التركي ب38 جنيه للكيلو. الترمس الحلو الأسترالي ب38 جنيه للكيلو في المحلات، والبرغل والفريك ب36 جنيه. أما الغلة المقشرة ب25 جنيه للكيلو. أما بخصوص أسعار الرز اليوم، سعر الرز الأبيض العريض كسر من 8 ل10% من 27,200 جنيه ل27,400 جنيه. وسعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب كسر 5% مخدوم كويس زيت وبخار وسوروتكس من 27,600 جنيه ل27,800 جنيه للطن. أما الرز الأبيض الرفيع كسر من 8 ل10% من 24,200 جنيه ل24,800 جنيه من أرض المضرب. وسعر الرز الأبيض الرفيع كسر 5% من 24,600 ل24,800 جنيه للطن من أرض المضرب. الرز الشعبي كسر من 20 ل40% الأبيض الرفيع متعبى في شكاير عادية من 23,000 جنيه ل23,200 جنيه للطن على حسب جودة البضاعة ونسبة الكسر. أما أسعار الرز الشعير العريض وصل للمضرب متوسط سعر الطن 17,000 جنيه معدل التصافي العالي. وسعر الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب متوسط سعر الطن 15,800 جنيه على حسب نسبة التصافي وجودة البضاعة. أما أسعار المخلفات الصرص المطحون من 1300 جنيه ل1400 جنيه. كسر الرز الناعم من 13,200 جنيه ل13,400 جنيه. سعر الكونة من 10,400 جنيه ل10,500 جنيه للطن من أرض المضرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.